السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن علاج معانا ريباريل جل إن. ريباريل هو علاج موضعي أو جل للكدمات والتورمات والالتواءات. يعني التورمات لو في ورم في الجسم في أي مكان في الجسم، برضو التجمعات الدموية، يعني في احمرار او مكان فيه احمرار بدون جرح، يعني مش مجروح ولكن انت خدت يعني خبطة ففي كدمة فعاملة زي تورم او من غير تورم ولكن مكانها معلم احمر او تجمعات، يعني تجمعات دموية لونها احمر كده او كدمة. ده بيفك الكدمات. لو مكان تحس اللي هو مكلكع شوية او جامد، ده بيبقى عبارة عن كدمة. لو في تجمعات دموية أو اللون أحمر، ده برضو من الكدمة أو التواء في الرجل أو كده. دهان ريباريل جل بيقضي على التواء على التورمات والالتواءات والكدمات. طبعا سعر العلاج سعره 58 جنيه، عبوة 40 جرام. الاستخدام بتاعه دهان من مرة لمرتين يوميا، حسب الحالة يعني، أو حسب البتاع، حسب الكدمة أو التورم، من كان خفيف أو شديد. بيجيب نتيجة فعالة طبعا، وعلاج مضمون. طبعا هو ممكن يكون مش آمن للحوامل قوي، ولكن لازم استشارة الطبيب في حالة استخدامه. غير كده هو عادي، أي حد ممكن يستخدمه. دايما في الحوامل بالذات لازم أي علاج تاخديه لازم تستشير الطبيب اللي انت متابع معاه أو الطبيبة في أي علاج، بالذات في فترة الحمل والرضاعة، لأن في أدوية كتير ممكن تتعارض مع فترة الحمل، وممكن تتعارض مع أول 3 شهور في الحمل أو آخر 3 شهور، يعني بيبقى ليها محاذير معينة في فترات معينة. وبرضه الرضاعة نفس الكلام. برضو مرضى القلب والسكر لازم برضو يبقوا متابعين أو بيستشيروا الأطباء اللي هم متابعين معاهم حالتهم، ويبقوا عارفين عشان يقدروا يحددوا لهم ايه اللي ياخدوه او ما ياخدوهوش او الجرعة. انما بالنسبة للناس اللي هي العادية طبعا ده آمن تماما. طبعا هو بس ممنوع للحوامل، او مش ممنوع، لازم استشارة طبيب، يعني لا يوصى به ولكن هو مش ممنوع. الجرعة بتاعته زي ما قلنا مرتين في اليوم، دهان مرتين في اليوم، من مرة لمرتين. عاوز تدهن مرة ماشي، مرتين تمام. ما بيدهنش على الجروح، يعني لو في جرح وفي تورم بتدهن حوالي الجرح، يعني حوالي المنطقة اللي ورمة حوالي الجرح، بعيدا عن الجرح، يعني ما بتدهنش فوق الجرح. ده بس الكدمات والالتواءات والتورمات، وبيجيب نتيجة ممتازة. في نهاية الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أي استفسار عن أي دواء ممكن تكتبوا لنا في كومنتات ونرد عليكم. أي دواء عاوزين نتكلم عنه في حلقة برضو ممكن تقولوا لنا عنه. أي بدائل لأدوية أو أي حاجة أو أسعار أو أي استفسارات سيبوا لنا في الكومنتات ونرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.